ده محسن اخويا، تعال اقول لكم ازاي قدمنا له على فيزا لشنجن وباسبور ابيض واول مره يسافر الاتحاد الاوروبي. وهل يا ترى الفيزا طلعت له ولا خد رفض؟ الحكايه بدات لما محسن واتنين اصحابه موظفين عاديين في بنك عايزين يسافروا يتفسحوا في فرنسا. اصحابه قالوا له احنا نعرف شركه سياحه وهنقدم عن طريقها. قلت له ما تسمعش كلامهم واتفرج على الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب واعمل زي ما انا قلت بالظبط وقدم لوحدك هتطلع لك الفيزا. تعالوا نشوف هو اللي خد رفض ولا اصحابه اللي خدوا رفض. مساء الخير يا جماعه، انا لسه طالع من الشغل دلوقتي عشان هستلم الباسبور. طبعا الفيديو ده طبعا اولا متوجه لكل متابعين معدوله احسن ترافل بلوجر في المجره الكونيه. هو قال لي اقول كده عشان احنا نعمل القصه دي. انت عايز تسافر كنت بقى تسافر بقى تهيص. صراحه كانت فكره ناس صحابي قالوا لي احنا هنقدم على شنجن فرنسا، فلقيت صحابي هيقدموا مع حد هيدفعوا له فلوس وهيعملوا ورق والكلام ده. سألته قال لي يا ابني انت عبيط، ايه التخلف ده؟ طبعا تعالى انا اقول لك تعمل كل حاجه وخش على الفيديوهات على اليوتيوب. طبعا انا ما كنتش بتفرج على الفيديوز عشان اخرعك ولد العاق الابن العاق، بس انا دخلت اتفرجت على الفيديوز بتاعته وسمعت الكلام بتاعها وطلع كلام مفيد جدا وسمعت الكلام. ودلوقتي انا رايح استلم الباسبور، فيحصل حاجه من الاثنين، يا اما انا الفيزا هتطلع فهقول ان ده اخويا جامد جدا ومفيش منه وقعدوا ب 1000 سبسكرايبر على يوتيوب وبتاع وفولورز هيبهدلوا الدنيا طبعا وانا ما حدش يعرفني. انا باسبوري بقاله شهر ونص. ابو حسين جه متاخر. شغالين معايا في نفس البنك وهم نفس ال يعني الورق الاتش ار ليتر وكشوفات الحسابات والحاجات دي كلها متقاربه. طبعا لازم يا جماعه تعملوا فولو وسبسكرايب وكل حاجه لو طلع لي الفيزا. لو ما طلعليش الفيزا احسن ساعتها سودا مفيش بعدها وقت. فانا اول ما اوصل هناك هكلمه فيديو بقى عشان نشوف اللحظات دي هتبقى سعيده ولا هتبقى مليانه بحاجات تانية مش سعيده. هو طبعا في ايسلندا وفي طياره من ايسلندا لميلان في ايطاليا. اضطر استنى الطياره لما توصل عشان نفتح الباسبور مع بعض. هو في مشكله اكبر من كده بكتير، هي الفيزا لو طلعت انا للاسف معيش فلوس اسافر، فنضطر نشوف بقى حد نشحت منه. فطبعا ده نداء واستغاثه لاي حد عايزين سفر على نفقه الدوله. فكره كويسه زي ما يبقى في علاج على نفقه الدوله. طبعا انا ما سافرتش، سافرت مرتين للامارات ومره السعوديه. فانت لو مش قادر تعمل ورق لنفسك فانت غير مؤهل للسفر. ازاي وانت مش عارف تعمل حجز فندق؟ طبعا انا عمال افتي عليكم وكأن انا طلعت لي الفيزا. استشارات مجانيه طبعا مفيش فلوس. الراجل طبعا سافر 45 بلد فهو في البلد 46 دلوقتي. ما بتعرفش تسوق ما تسوقش، انت مش بتعرف تسوق. هو بقى ايه الراجل ده لسه مسافر 8 بلاد ب 820 دولار. 820 دولار سافر 8 بلاد ارخص من 8 ايفون. بس اقسم بالله الفيزا لو ما طلعت انا هتفضح. الصوت بتاع العربيه عالي جدا، عايزين اربع فيها الكاوتش ب 20,000. طبعا لو الفيزا طلعت وهنسافر مش هنجيبهم، هنخليهم بعدين كده بعدين ربنا يسهل. عارف لو قال لك انت اترفضت تعالى خد الباسبور او انت اتقبلت تعالى خد الباسبور، انما هو قال لك تعالى خد الباسبور. كان اصحابي اللي راحوا خدوا الباسبور وهو بيديهم الباسبور في ظرف مقفول وبيقول له ما تفتحوش هنا، اطلع افتحه بره عشان لو انت اترفضت ما توجعش دماغنا بقى. طبعا يا جماعه انا استلمت الظرف بس مش قادر افتحه عشان محمد لسه طيارته ما نزلتش. فالظرف اهو، بصوا الظرف اهو تي ال اس فرانس بص. 3 hours later. جاهز. اقسم بالله خدت الظرف ما فتحته. انا هموت من الساعه. انت ما فتحتوش لحد دلوقتي؟ والله ما فتحته. لا ده قلبك جامد. انا لو منك كنت فتحته الصراحه. والان مع المفاجاه الكبرى يا جماعه اعملوا فولو وسبسكرايب لو الفيزا طلعت. لو الفيزا ما طلعتش انا ما لو الفيزا ما طلعتش لا تعملوا فولو ولا سبسكرايب ولا اي حاجه. احنا عايزين بس نقول للجمهور الخلفيه ان انت اول مره تقدم على فيزا شنجن وباسبورك ابيض. ايوه يا عم خلصنا يا عم في ايه؟ شوق الجمهور فاهم، تشويق اوفر. صورتي ما خدوهاش شكلهم. في ورق مع الباسبور ولا بس الباسبور؟ الحقوني يا جماعه. يا عيني ده اتصدم. مكتوب كام يوم؟ طيب كام شهر؟ من 29/5 ل 28 مالتيبل ان. ايوه لحد 28 كام؟ من 29/5 لحد ايه؟ 28/6. يعني انت جالك فيزا شهر تقعد في اوروبا 15 يوم مالتيبل، يعني تقدر تسافر طول هذا الشهر كذا مره. يا ريت تدخل اصحابك اللي جالهم رفض معانا، دخلهم في الكول معانا. اهو يا جماعه فولو وسبسكرايب وفعلوا زي الجرس
ليه بقى؟ عشان اتفرجت على الفيديوهات قدمت جالك فيزا. التانيين دفعوا كام؟ كل واحد دفع 10000 جنيه وخد رقم. جي سوي تري كونتو. الحمد لله والشكر لله يا جماعه، الف شكر الف شكر يا جماعه. اعملوا فولو يا جماعه للراجل المحترم. فرنسا نيس وحواري دي. قلت لك اسمع الكلام هطلع لك الفيزا يا باشا. احنا ناس محترفين لا مؤاخذه، 46 دوله. انا جاي من ايسلندا، من اخر الدنيا فوق يا باشا. لان اصحابي اترفضوا. انا بقالي 15 يوم بتنمر بقى على اصحابي، انتوا ما سمعتوش كلامي ما طلعتش الفيزا. هبقى انا ماده خام للضحك بالنسبه لهم. كل واحد يقدم على شنجن، ما يروحش برضه للناس اللي بتاخد فلوس وتقدم على شنجن. لان انا ناس اصدقائي قريبين مني جدا راحوا عملوا كده، والموضوع فعلا مش مقنع. سواء انت اتقبلت او اترفضت، هو مش بيعمل لك اي حاجه. هو مثلا بياخد منك 2000 جنيه. 2000 جنيه دول هو بيعمل لك ورق بيهم، ما الورق ده ما يساويش 50 جنيه. وكل الفضل للاستاذ محمد عادل، دكتور محمد عادل. هو اللي ساعدني، وهو اللي عمل لي، وهو اللي مأكلنا، هو اللي مشرفنا. باي 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 جميع المتابعين والمشاهدين.